خدت نيابه كارديو ثراسك ورحت اشتغلت بيدياتريك اي سي يو في مجدي يعقوب. يعني حسيس اللي هنا لينك انت قلب برضه على رايك ما رحناش بعيد. ما رحناش بعيد. خدت بيدياتريك خدت كارديو ثراسك قصدي سيرجري في اسوان. النطه اللي بعدها النطه الثانيه اللي هي البلاب. طيب البلاب يعني to put it in a context، يعني انا نتيجه الاو اي تي دي اللي هي انت صح يعني معلش كان المفروض تبقى في الاول مم. قبل ما نخش في البلاب. ما تقول لنا كده التايم لاين بتاعك مش ازاي. اوكي، اتخرجت 2019 عديت او اي تي في ديسمبر 2020. عديت بلاب 1 في نوفمبر 21. حلو. يعني انت ما بين التخرج ماسك الشهاده في ايدك خلصت امتياز صح كده؟ انت حاسب التخرج من بعد الامتياز ولا قبل ما تبدا امتياز؟ لا، قبل الامتياز. قبل الامتياز خلاص. اوكي بعد الامتياز انت خلصت امتيازك في 3/2020. حلو قوي. سنه و6 شهور تقريبا. حلو. كنت مخلص بلاب 1. بلاب 1 خلصته في ما شاء الله. نوفمبر 21. بلاب 2 خلصته في جون تقريبا جون 22. حلو. اوكي. يعني جون لا بعدها كان مفيش 6 شهور او 7 شهور. نايس. بقصه عظيمه. بقصص يعني بسفريه سفريات فعلا. وبلاب 1 سفريه برضه يعني سفرية الوحيد اللي سفريات غريبه. غريبه. طيب اوكي قبل ما نخش في البلاب قول لنا انت خرجت في دماغك فكره السفر زي ما قلنا من شويه وكنت خلاص اوكي استابلشد موضوع الاو اي تي كان اثناء الامتياز صح كده؟ الاو تي اثناء الامتياز اول 2 ترايلز امتياز. والثالثه خلاص الثالثه كانت في امتياز برضه وعديت. الحمد لله. كانت امتياز في امتياز الحمد لله. يعني انت قبل ما تخلص امتيازك كنت مخلص او اي تي. كنت مخلص او اي تي وعارف ان انت ابروفد الفيرست ستيب راح السكند ستيب. عملت ايه في النيابه والكارير في مصر؟ عشان ده نقطه مهمه. اصل اوكي انت خلي بالك فكره انك انت تبقى معاك خطوه من 3 خطوات او من 4 خطوات باعتبار بالظبط مش حاجه تقدر تريلي عليها سبيشال ان انت لسه الاكبر او الاصعب جاي يعني. to be honest الحته دي يعني شويه controversial علشان مش هقدر اعممها والقصه دي يعني مش كل الناس يعني ده يبقى applied عليهم. ممكن نتكلم في الطريق نفسه وكل امتحان ده هيبقى عادي generally applied على كل الناس، انما my own طريق دي هتبقى صعبه شويه لان فيها considerations كتير. simply هو ايه اللي حصل معايا ان انا من وانا في 5 بالظبط يعني كنت شايف ان انا مش عايز اكمل في الجامعه. على عكس اللي كان متعارف عليه ان الناس بتحاول تدخل الجامعه لان الجامعه مش سهل دخولها يعني او ان انت تسكيور سلوت في الجامعه نائب جامعه مش ريديلي افيلبل. بس انا عشان كنت في اسوان واول دفعه فكان كسبلاي وديماند يعني كان في الفيفر بتاع الطلبه في الوقت ده، فكان احنا كلنا عارفين غالبا ان هيبقى لنا سلوتس في الجامعه. انما عمري ما حسيت ان دي الحاجه اللي انا شايفها لنفسي. في ناس مور سوتبل بالنسبه لهم الباثوي ده عني. انا ما كنتش هذا الشخص. عندك تجربه فريده قوي في الموضوع ده. انت محتاج تشاركها يعني. انت خدت نيابه ايه؟ اخدت نيابه كارديو ثراسك ورحت اشتغلت بيدياتريك اي سي يو في مجدي يعقوب. يعني حسيس اللي هنا لينك قلب برضه. على رايك ما رحناش بعيد. خدت بدايتك خدت كارديو ثراسك قصدي سيرجري في اسوان. ده حقيقي. عشان to be honest بقى الاسم ما كانش very well established بمعنى ان هو كان شغال في سبيكترم معين سكوب معين ما كانش كبير قوي مقارنه ببقيه الاقسام. انا كنت عارف قوي ان احنا يعني نتفق ان انا من زمان مش عايز اقعد في الجامعه صح؟ من وانا في 5 مثلا كنت مقرر ان انا هعمل كل حاجه عشان ما اقعش في التراب ده، لان انا بالنسبه لي هو كان تراب. لما جيت اختار النيابه كنت
اكتر حاجه بتدور في دماغي في الوقت ده ان انا الحاجه اللي كل ما اطول في، يعني الحاجه اللي هدخل فيها كل ما الفتره اللي هقضيها فيها هتبقى اطول، بغض النظر هو شهر ولا 2 ولا 3 ولا حتى سنه، كل ما المده تزيد كل ما تشانسز ان انا اعرف اطلع هتبقى اصعب. فكنت في وضع صعب ما بين ان انا اختار حاجه يعني كويسه كقسم انا مثلا شايف ان انا ممكن اشتغل فيه كويس، قسم لوجيستيكلي هيبقى كويس، المستقبله كويس، وما بين ان انا عايز امشي كده انا في النهايه برضو مش عايز افضل هنا. هو غالبا برضه كارلوسك ما كانش فيه غيرك والمدرس المساعد، كان في معايا نايب تاني اكبر بس هو كان في الجيش في الوقت ده، فالقسم انت والمدرس المساعد. بالظبط. فهو الموضوع فدي تدي فكره اكتر عن القسم كان عامل ازاي. ده حقيقي. قعدت فيه قد ايه تقريبا؟ ما كملتش 30 يوم. ما كملتش شهر. هو يعني في الوقت ده كان في بعض التصورات ان انا ممكن ابقى في السنتر زي ما انت قلت، بيدياتريك كاردياك اي سي يو. ما حدش يسالني ازاي لانه يعني ملهاش اجابه الصراحه. الحاجه الوحيده اللي ممكن اقولها ان انا كنت مؤمن باللي انا بعمله. حلو. ممكن اللي حواليا لا، بس انا يعني كان عندي صلب. هو ممكن نتكلم في حته النيابه. هو طبعا اعتقد يعني من منظوري ان هو في اسوان الدنيا كانت معروفه قوي، فانت ما اعتقدش ان انت ضيعت فرصه نيابه حد تاني او مكان حد، عشان عارف ان ساعات بعض الناس تقول لك طب انت عارف ان انت مش، طب خدت للنيابه يمكن كان غيرك، فغالبا صحيح. دي بالذات او ده يمكن فاليديتي اكتر في انك انت تاخد مكان في قسم شغال. ده حقيقي. ودي كانت الحاجه الثانيه بقى اللي خلتني اختار القسم ده، ان انا لو ما كنتش اختار، يعني مش عايز اقول كده الاسم يعني بس يعني اقصد تشانسز ان كان حد يختار الاسم ده اكتفلي كانت قليله، قد تكون معدومه. النقطه الثانيه ان هو برضو هو ده اوبشن متاح لك، فهو ما فيش حاجه غلط في كده، وانا من حقي طالما انا متاح لي الاوبشن ده فانا من حقي اختاره. ورقم 3 طبعا وهو فكره انك انت بتطرق كل السبل. صحيح. لان انت قد تكون بعد فتره، طبعا مش ان شاء الله ربنا يكتب لنا نجاح كلنا، بس احيانا انت بتقول هو انا لو ما كنتش عملت كده كان ايه هيبقى الوضع بالظبط. وخلي بالك هو ده اقوى فكره بتبقى مسيطره على دماغك وقتها. احنا دلوقتي بنبص ريتروجريد، صحيح، فاسهل كتير، صحيح. انما وقتها انت دلوقتي اتليست انت عارف الدنيا بقت عامله ازاي دلوقتي، لكن قبل كده انت بالنسبه لك ده مجهول. انت انا ساعتها هو كل اللي كنت املكه ايه؟ او تي بس وفكره. بالظبط، او تي وفكره بس صحيح. لا وحاجه كمان، معايا حاجز امتحان بلاب 1 في الهند بعد سنه. دي لسه دي انت حرقت المفاجاه. انت حرقت المفاجاه. لا يعني حتى ايفن التيكت دي هلاميه، محدش يقدر يعني. قصدك تقول كمان انت مش حاجزه في مصر، فاللي هو انت وبعد سنه يعني الكلام ده كان مثلا اولموست 7 شهور مثلا. طيب. اللي هو المسافه. السؤال اللي دايما بيطرح لي، يمكن انت خدت القرار بدري قوي بس برضه محتاج اعرف رايك فيه. انا دلوقتي مقرر ان انا مسافر، وايا كان السفر ده هي طبعا كله بتسهيل ربنا هياخد وقته. هل امشي في الطريقين ولا امشي في طريق واحد؟ ولو انا همشي في الطريقين، عشان دي برضه نقطه مهمه، ايه الاستراتيجي بتاعتي في الطريقين؟ الطريق اللي هو اكمل في مصر، والطريق بتاع اني انا اسافر، عشان دي نقطه. انت خدت الطريق اوكي، بس يمكن انت كملت في مصر، يعتبر انك انت اشتغلت بيدياتريك اي سي يو في مجدي يعقوب، فانت كملت في مكان انت عارف ان هو هتبيلد اب عليه هناك، صحيح. بس هو عموما بعيدا عن الفكره دي اللي هي البيرسونال فيو، انت البيرسونال فيو بتاعك انك انت تمشي في التور روتس بيبقى عامل ازاي لو انت عايز تنصح حد؟ حلو. هو دايما يعني لما بكلم مع حد في الموضوع ده على حسب هو فين. بمعنى انت عندك يعني هو في جونيور جريد، ميدل جريد، وسينيور جريد. انت فين؟ انت انهي ليفل؟ لان كل جريد ليه انز واوتس مختلفه. صحيح. اوكي. انا كنت في الجونيور جريد، ويعني لما مشيت كنت الحمد لله يعني كان احسن سنه من ما، طبعا اكيد احسن كتير من ما بدات يعني، ويعني ده بسبب المكان اللي انا كنت فيه بعد توفيق ربنا طبعا. ولكن تاني حته جونيور فيرسز ميدل فيرسز سينيور دي يحكمها حاجتين: سكيلز اللي عندك والشهادات اللي معاك. اوكي. يمكن كان عندي سكيلز اكتر من شهادات، لان انا مشكله مصر معظم مصر بالظبط معظمنا كده، ده حقيقي. فهنا تختلف. بمعنى انت لو انت بمعنى يعني مثلا جيت بلاب، انت مثلا جيت MRCBCH، في زمايلنا كتير جايين ثرو الام تي اي.
ما اعرفش ان في طرق بره الثلاثه دول الصراحه، ما اعتقدش ان في حاجه. يعني لو هتدي هو اي حاجه، احنا ممكن هو اي حاجه بتدي جيم سيريس ريجستريشن، يعني مثلا بالظبط. اليوروبيان دبلومه بتاعت الادلت الادلت بتدي جيم سيريس ريجستريشن. هو برضو عشان الناس تبقى فاهمه اللي بنتكلم في ايه، انت عشان تيجي تشتغل زي ميديكال دكتور في انجلترا انت محتاج حاجتين. محتاج رخصه which is GMC registration، محتاج وظيفه تبقى قابلتك. والجزء الثاني ده بقى يعني ايه، هنجيله في وقته، بس هو بتاع شغلك في مصر. الله ينور عليك. او البريفيوس اكسبيرينس whether هي في مصر بقى في الهند في السعوديه ايا كان. الجي ام سي ريجستريشن زي ما انت قلت كده ممكن يعني تاخدها بكذا طريقه. كلاب موست كومن روت مثلا، الار سي بي باثوي ريجاردلس انت رويال كوليدج عموما بانواعها، وام تي اي ودي هياخد في حاجات تانية بس اقل بكتير. بالظبط. بالنسبه للبلاب انت ممكن تعمل بلاب في اي جريد، لان احنا زي ما اتفقنا في النهايه هو البلاب هيدي لك الرخصه. قبول الوظيفه ليك مش هيبقى على البلاب، هيبقى على الاكسبيرينس والسيرتيفيكتس اللي معاك التانية اللي ممكن تبقى مش بتدي لك. فعلا انا ممكن اسيرتيفاي على كلامك ده، هو ان انا اعرفك انت واعرف حد تاني شوي اللي هو اخصائي ان تي في مصر برضو جايب سكه البلاب. فهو البلاب مش ليميتد للفريش جرادويت خالص، هو انت بس بتاخد رخصه انك تشتغل في UK، تاخد حاجه من الاثنين بالظبط. انت بس بتدي الله ينور عليك. ويمكن برضو ارجع واقول انك انت بالنسبه لك انت جيت على ليفل معين، ده كان معتمد على الورك اكسبيرينس بالظبط، رغم انك انت فعلا انت تعتبر فريش جرادويت لكن انت جيت على ورك اكسبيرينس بليفل معين، برضو بشوي جايب ليفل معين ورك اكسبيرينس على ليفل معينه، لان هو شغله في مصر اللي هو المفروض ان انت بتسيرتيفاي الكلام ده بحاجات معينه بنيجي عليها بعدين، هو اللي اهله شغلنا. فمش معنى انت جايب بلاب حتى لو انت مثلا معاك MD هولدر ان انت هترجع تيجي جونيور تاني. ده حقيقي. برضو عشان نحط الكلام في كونتكست، هو بلاب موستلي بيبقى سوتبل للجونيور تو ميدل جريد ليفلز، لان السينيورز هم في الاغلب عندهم طرق تانية يجوا بيها زي الام تي اي فور اكزامبل، فهو مش محتاج اكشلي بس يجو ثرو، بس ستيل فاليد. ده اللي احنا بنتكلم فيه. ده كان بلاب. بالنسبه للرويال كوليدج اكزامز عموما يعني very very good way ان انت تيجي بيها انجلترا، عشان الميديكال يعني كونتنت اللي انت هتاخده ثرو تحضير الامتحان اكيد، وان انت كده اوريدي كده هتحتاجها وانت في UK، وكده كده انت هتحتاجها هنا ريجاردلس. ولكن هي اطول سنه، اصعب سنه، فموضوع ومور سبيشالايزد. يعني بالزبط. لو انت اوريدي خلاص استابلشت في الكارير بتاعك في التخصص بتاعك مور ذان ويلكم. لكن لو لسه عندك احتماليه ان انت تغير بالظبط، وده اللي الناس مش عارفاه انه اكشلي، ويمكن الاحتماليه دي انت ما بتبقاش عارفها قبل ما تيجي. يعني مش اغلب، بس في ناس ومش قليلين بعد ما بيجي، بعد ما بيشوف حاجات كتير مختلفه، لان خلينا متفقين ان العيشه هنا والشغل هنا مختلف الى حد ما مش قليل عن مصر. فبتبتدي البرسبكتيف بتاعتك عن كل حاجه حواليك بتبتدي الى حد ما مش هنقول بتختلف تمام عشان الناس ما تتخضش يعني، ولكن بتسال نفسك صح، بتبتدي تراجع نفسك وتقعد تسال نفسك في اغلبيه البرسبكتيفز اللي في حياتك، من ضمنها التخصص بتاعك. ففي تشانسز ان انت تغير تخصصك بعد ما تيجي؟ طبعا في. هل في ناس عملت كده واتبسطت؟ طبعا في. انا اعرف ناس مش معرفه شخصيه ولكن من الجروبات غيرت، كانت في السينيور ليفلز في جراحه وجت هنا كانت اولموست ساتوريتد بالورك لود، وحاسس زي ما انت بتقول كده ان هي لا انا محتاجه ابقى مور فوكسد على الفاميلي تايم والسوشيال تايم، ومشت في كارير الجي بي تريننج، وحاليا دلوقتي جي بي كونسلتنت، وراضيين جدا بالاكمبلشمنت اللي عملوه، شايفين ان هو ده كان احسن حاجه عملوها. كان مش عايز اقول لك كان فيهم جراحه عظام وجراحه مساك، وناس كانت يعني اللي هي بتشيل استقبال مستشفيات ضخمه، خلاص هو شايف ان هو ساتوريتد. بالظبط. برضه نقطه مهمه، المايند سيت كلها او عموما يعني مش بالضروره تبقى سوليد و ليميتد في حته معينه في اريا معينه، ريجاردلس. هو مش بس في التخصص، في كل حاجه في الدنيا، سبيشلي في الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي الدنيا بقت مواكبه اللي بيحصل بقى اصعب كتير من الاول، محتاج سرعه في التفكير وفي التنفيذ عاليه جدا، وعشان تقدر تبقى بتفكر وبتنفذ بسرعه محتاج تبقى فلكسبل از ماتش از بوسيبل، اذروايز هتبقى ستك وحاسس ان القطر عمال يروح ويرجع عليك. يعني لو عايزين مثلا نلخص الحته دي عشان ما نبعدش قوي عن البوينت بتاعتنا، فهو انت محتاج تعرف
انك انت خارج امتى من مصر، دي نقطه مهمه. وبعد ما تعرف انت خارج امتى من مصر تحدد ويتش روت انت رايح عن طريقه، زي ما احنا قلنا كذا روتس اللي موجوده. واكوردنجلي انت طول الفتره دي في مصر ما ينفعش تبقى قاعد طبعا، عشان صح. فلوس وايز، يعني انت مش بس انت محتاج فلوس عشان تعرف تسافر، ولسه هنجيلها، ومحتاج فلوس كتير، مش كتير عشان ما نضايقش الناس قوي يعني، بس انت محتاج considerable amount of money عشان تسافر عليه. بس انت محتاج برضو تبني سكيلز عشان تعرف تيجي تشتغل عليها. فهو انت هتشتغل في مصر لحد ما تسافر، لحد قبل ما تسافر بشهر على الاقل، صح كده؟ وايا كان الطريق اللي انت شغال فيه كمل فيه، بس تبقى عارف ان ده الطريق اللي هو مكمل معاك في مصر. فكره بقى تسيب الماستر او ما تسيبوش، تسيب النيابه ما تسيبهاش، بيرسونال، ما نقدرش ندي نصيحه ده اكيد صحيح. طبعا. ده صحيح. وفي متغيرات كتير، انت هترجع مصر تاني ولا مش راجع، انت لما ترجع مصر عارف ان انت هتحتاجها بعدين ولا لا، انت حاطط السفر ده سنتين وبعد كده انت هتكمل. فاعتقد ان هو لا، محتاج سكوب اكبر من كده بكتير وبيرسونال اكسبيرينسز اكتر. بس الجنرال ايديا ان هو انت امشي في الطريق المصري از لونج از انت لسه ما طلعتش بره مصر. ده حقيقي. صح كده؟ صح.